المكان ما كانش مجرد لوكيشن، كان مسرح احداث مهم جدا، كان بيتنفس وبيمثل وبيجسد وبيصور عشان الشخصيات من خلاله تقدر تنطلق وتقدر ان هي تنمو وتقدر تبقى من لحم ودم زي ما قلنا. وكانت اسكندريه بطل مع بقيه الشخصيات. عندنا طبعا السياله او عالم الشراغيش في مسلسل النوة، مسلسل برضو من المسلسلات القويه جدا. كان عندنا كمان مسلسل زيزينيا، فبالتالي هي اسكندريه هنا هي البطل. كمان مسلسل الرايه البيضاء. تاني لوكيشن الحلميه في ليالي الحلميه، عابدين في اميره في عابدين، الحلوانيه في عصفور النار. لوكيشن القهوه برضو، القهوه عنده ما كانتش مجرد مكان ان احنا نتقابل نتساير فيه، لا 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 لا، دي كانت بطل حقيقي في مسلسل ليالي الحلميه. شفنا ابطال الطبقه الكادحه او طبقه العمال عشان يواجهوا جحافل الراسماليه انجاز التعبير. فبالتالي القهوه كانت مكون رئيسي في كل اعمال اسامه انور عكاشه، مش بس ليالي الحلميه. كان عندنا لوكيشن الفيلا اللي هي كانت الاساسي في الصراع ما بين مفيد ابو الغار وفضل معداوي في الرايه البيضاء. كان عندنا الورشه اللي هو حسن النعماني او مسلسل ارابيسك، كان بتدور حوالين الورشه وداخل الورشه وتفاصيل صناعه الارابيسك.